مفيش حد بعت فلوس. محدش بعت فلوس. امال جبت الفلوس منين؟ هقولك. يا ريت. كل المحلات بيعرفوني. ايوه. ولما ادخل في محل يقولوا لي نبعت الفواتير على بيت بابي، قلت لهم لا، بابي ايه، ابعتوهم على بيت جوزي، واديتهم العنوان. انا بيت جوزي اديتهم العنوان. كمان جوزك ده جوز جزمه ده. اتجننتي؟ 900 جنيه اشتغل بيهم 100 سنه دول يا لينا. ولسه انا عامله لك مفاجاه تفرحك اكتر واكتر من كده. اوعى تمشي من هنا، اوعى تمشي. مش هروح فين؟ لو مشيت هروح السجن. انا امشي. انا كمالي كان يوم مهبب يوم ما خرجت في اليوم ده. يا ريتني كنت عاجبك كده يا جدي. لو انت عايش دلوقتي كده. يا عم انت باصص فين؟ ما تفوتني، تعالى شوف. اسمعي بقى، انا سكت لك من مش عايز اتكلم. من هنا ورايح مفيش خروج الا بامري. مفيش حاجه اسمها شراء، مش كلام فارغ. انا اللي بقول كلام يمشي، مفيش خروج. كل الحاجات الجد هترجع. كلامي واضح؟ تعالى شوف. مش هشوف. ايه الهباب اللي في القفص ده؟ فرخه يا مسعود، فرخه. فرخه؟ طبعا فرخه. جبتيها منين؟ وحي اللي حطيتها في القفص، جبتيها منين دي؟ اشتريتها من شارع شواربي. شواربي؟ ان شاء الله الفاتوره بكام؟ ب 100 جنيه؟ لا، المعلم صاحبها طلب 75 جنيه وانا ضحكت عليه خالص واشتريتها منه ب 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش تمن الفرخه دي. بجد يا لينا؟ بجد يا مسعود. 50 وسكت؟ سكت. مش ممكن فرخه ب 50. اوعى تكون مضروبه يا لينا. لا، ما ضربهاش قدامي، ما ضربهاش ولا حاجه. ب 50 بلاستيك ولا حقيقي؟ فرخه